طيب عبد الله السعيد في السن ده هل هو كده مقصر؟ استحاله تقدر تقول ان عبد الله السعيد في السن ده مقصر. عبد الله السعيد في السن ده باللي هو بيقدمه ده استثنائي في حين ان في لعيبه اصغر منه 10 سنين 15 سنه ما بيقدموش نفس المستوى اللي هو بيقدمه حاليا. طيب زي ما عودتك في النوعيه دي من الحلقات، زي ما اتكلمنا على الحالات الخاصه من ارض الملعب، لازم نروح برضو للاحصائيات ولغه الارقام بتقول ايه عشان ندلل بيها على الحالات اللي احنا جبناها من ارض الملعب. تعالى بقى كده نتكلم في اول خريطه خاصه بعبد الله السعيد. طيب اول خريطه معانا في الجزء الخاص بالاحصائيات ان عبد الله السعيد اماكن الدفاع بتاعته او القرارات الدفاعيه او الديفنسيف اكشن الخاصه بعبد الله السعيد كانت فين في الملعب. الاماكن اللي لونها احمر بشكل غامق، يعني الاحمر الغامق ده، دي اكتر الاماكن اللي عبد الله السعيد كان بيشارك فيها دفاعيا على مدار الموسم اللي فات مع الزمالك في نص موسم اللي لعبه مع الزمالك السنه اللي فاتت. ولو قارناها بالجزء بعدد الماتشات الخمس ماتشات اللي هو لعبها مع الزمالك السنه دي في الموسم الحالي بدايه من السوبر الافريقي والسوبر المصري وماتشين الدوري سواء مع سموحه او مع البنك الاهلي، برضه هتلاقيها متقاربه في اماكن الدفاع الخاصه بعبد الله السعيد. وده برضه بيقودنا لتوظيفه في مركز 6 بشكل ثابت اغلب الوقت في ماتشات الزمالك بالتحديد. الموسم اللي فات ممكن الموسم ده يكون لعب 8 ومركز 10 كمان اكتر بعد طبعا المشكله اللي كانت موجوده مع دونجا وغيابه في بعض ماتشات الزمالك في الموسم الحالي. طيب الخريطه اللي بعدها بتقول ايه عن موسم 23 24 الموسم اللي فات اللي خلص. اتكلمنا على الدريبلز الخاصه بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد عمل 18 دريبل منهم 8 دريبل صحيح، ده على مدار الموسم اللي فات. ولو قارناه بالموسم الحالي من خلال 5 ماتشات بس هو عمل 10 دريبل منهم 3 صحيح، ده على مدار 5 ماتشات بس لعبهم مع الزمالك. طبعا المقارنه انا ما بقارنش موسم كامل ب5 ماتشات لعبهم في الموسم، ولكن انا بحاول اكد لك على الادوار اللي هو بينفذها في طريقه لعب جوميز مع الزمالك. طيب الخريطه اللي بعدها بتتمثل في الكي باسز او التمارير المفتاحيه او التمريرات المفتاحيه الخاصه بعبد الله السعيد عن السيزون اللي فات. عبد الله السعيد رغم وجوده في مركز 6، وارجع لي بقى كده كلوز عليا انا، رغم وجود عبد الله السعيد في مركز 6 مع الزمالك في الموسم اللي فات وحتى الموسم الحالي، الا وانه عمل عدد 27 تمريره مفتاحيه الموسم اللي فات، منهم كام اسيست؟ منهم عدد 3 اسيست رغم وجوده في مركز 6. ده لاعب ما بيلعبش صانع العاب، لاعب ما بيلعبش مركز 8، مش قريب بشكل مباشر من الثلث الاخير من الملعب، ولكن عبد الله السعيد رغم بعده عن الثلث الاخير من الملعب ولكن عمل ارقام تحسسك ان هو صانع لعب مش مركز 6. تعال بقى نخش على السلايد اللي بعدها، نتكلم على السلايد الخاصه بموسم 24 25 للتمريرات المفتاحيه. في 5 ماتشات عبد الله السعيد عمل 6 كي باس منهم 1 اسيست في 5 ماتشات لعبها مع الزمالك الموسم الحالي على الاقل، يعني الموسم الحالي لعب معاهم 5 ماتشات بس عمل فيهم 6 كي باس ومنهم 1 اسيست. طيب الخريطه دي بقى الخاصه باماكن استلام عبد الله السعيد مع الزمالك في الموسم اللي فات، موسم 23 موسم 24. طبعا زي ما اتفقنا كل ما المكان كان لونه احمر غامق كل ما كان المكان ده اكتر فعاليه بالنسبه للاعب. بالتالي عبد الله السعيد في الموسم اللي فات استلم 149 تمريره في وسط الملعب، بعدها يجي 127 تمريره، بعدها يجي 97 تمريره في الثلث الاول من الملعب. بالتالي عبد الله السعيد الاحصائيات دي بتقول ان هي دي فعلا الاماكن اللي كان بيتحرك فيها بشكل مباشر على مدار الموسم اللي فات، واللي دللنا بيها برضو بالحالات اللي في بدايه الحلقه. عبد الله السعيد عمل 971 استلامه منهم 17 كوره داخل الصندوق على مدار الموسم اللي فات. بالنسبه للاعب مركز 6 17 كوره داخل الصندوق بالنسبه للاعب مركز 6. السنه دي ومن خلال 5 ماتشات بس عبد الله السعيد استلم الكوره 261 مره منهم 53 مره في وسط الملعب، بعدها يجي 26 مره في الثلث الاول من الملعب. زي ما قلت لك ده المكان اللي بيبقى في الاغلب موجود فيه اللاعب مركز 6. عبد الله السعيد في 5 ماتشات مع الزمالك استلم الكوره مره واحده بس داخل الصندوق. الخريطه اللي بعدها دي بقى الخاصه بالتسديدات اللي عملها عبد الله السعيد على مدار الموسم اللي فات. عبد الله السعيد سدد 24 تسديده منهم 9 كرات اون تارجت. ال9 كور اللي جوه المرمى دول جه منهم 5 اهداف، بغض النظر كان في جزء كبير منهم من ضربات جزاء، ولكن دي ارقام لاعب، بفكرك تاني، ارقام لاعب بيلعب في مركز 6، لاعب مش من ادواره ان هو يشارك بشكل هجومي بشكل كبير. الارقام الخاصه بتسديدات عبد الله السعيد السنه دي في موسم 24 25 عدد ماتشات اللي لعبها مع الزمالك سدد 3 تسديدات منهم 1 بس اون تارجت، 1 كانت جون وكانت من ضربه جزاء. خلصنا بقى الجزء الخاص بالاحصائيات، دللت لك على الحالات اللي احنا جبناها من ارض الملعب. الملخص بتاع الحلقه ايه؟ ملخص ان ده لاعب عنده 39 سنه بيقدم مستويات في لعيبه اصغر منه
فريق كبير ما بيقدموهاش. الفكره مش في المستوى بس، الفكره كمان في الكواليتي بتاع تنفيذ الافكار اللي بتطلب منه. عبد الله السعيد في السن ده بيأدي بشكل يخلي لعيبه كتير قوي من الاجيال اللي طالعه يبقى عندها كسوف شويه، اللي هو لما يبقى لاعب في السن ده يقدم المستويات دي ويطلب منه يلعب مركز عكس كل اللي لعبه على مدار كاريره ويأديه بالمستوى ده رغم القصور اللي كانت موجوده دفاعيا، ولكن قدم مستويات كبيره وقدم مستويات في لعيبه كتير قوي في السن بتاعه او السن اللي اصغر منه سوري ما بتقدمهاش. فده يخلينا برضو عندنا علامه استفهام كبيره، هل المشكله في الاجيال اللي طالعه مشكله في موهبتها، ولا المشكله ان انت عندك مواهب ولكن ما بتاخدش فرصها؟ هل انت عندك فعلا مواهب تقدر يعني تقدم لنا عبد الله السعيد 1 و2 و3، ولا انت عندك فقر في المواهب؟ ده سؤال انا مستني رايكم فيه في الكومنتات. يهمني برضو رايك في الحلقه، ونوعيه زي دي من الحلقات انت يهمك ان انت تتفرج على النوعيه دي من الحلقات، ومين اللعيبه اللي انتوا تقترحوا ان احنا نعمل عليها نوعيه زي دي من الحلقات تحب ان انت تعرف عنها معلومات اكتر سواء احصائيا او بالحالات من ارض الملعب. بشكرك على وقتك وبشكرك على استماعك، ودي كوره توكس وانا شريف عبد المنعم، واشوفكم في حلقه جديده.